بان القجع يتحكم ويسيطر عباد الله، جيت عندكم وقلت لكم انا كنهضر بالبراغماتيه بالواقعيه، ما كنهضرش بالتطبال كما تنقول لك داكشي ديال والو راه مفهومه. خصنا نقولوا قوله الحق ونجهروا بها في وجه مسؤول غيحترمنا اكثر من اللي غادي ندندنوا ليه ويعرفها ماشي واقع. نوري وجه بعضياتنا في المرايه بالواقع ونقولوا انا ملي كنت كنقول بان ما خاطفين لاكاف والقجع ما مسيطرش، ماشي كنقص منه، كندافع عليه باش نبري الذمه ديالو. تسرقنا حنا في جوج ديال لي بالون دور اكثر من هذه، اش خاطفين؟ تسرقنا وحنا دايرين في لاكوب دي موند كاتريا بلاص وحيدوها للقمان وعطاوها للقمان واوسيمان وحيدوها لبونو وحكيمي، اش خاطفين؟ هذه الثالثه ديناها صحه، خرجناها بالدم، عصرناها بالدم، جبدنا ديال الحكيمي جايب التروتين ديالو حنا مرعودين. واش غيصدم لنا الولد مره اخرى وغادي يهز يجهل عليه الفداء ولا شنو غنديروا؟ قال بان الدين عاد تيقنا مزيان. اذا القرارات ديال الكاف على صعيد الانديه، الرجاء كلات العصا مع الاهلي، الحسنيه ديال اكادير كلات العصا مع الزمالك، نهضه بركان السيمبا كلات العصا مع السيمبا وتوقف عبد المجيد مضران، الجيش الملكي مع لاجيسكا شبيبه القبائل حديت ولا حرج، الفتح الرباطي مع اتحاد العاصمه، الوداد حطمت الارقام القياسيه لا مع اتحاد العاصمه لا مع فريق الترجي التونسي لا مع فريق كايزر تشيفز لا مع فريق الاهلي في كثير من المرات. هذا الشيء في حضور القجع، لدرجه القجع هبط وقع له مشكل مع الحكم تيسيما وخدا اموند وغرامه. كيفاش خاطف هذا الكاف باش مسيطر على هذا الكاف؟ دابا باش تجي لاله الكاف لبلادنا وبهرجناها ومتعناها وعطينا ليها الكان في ابهى حله ممكن ان يتخيلها الرئيس باتريس موتسيبي. هاد القرارات اللي غتجي البارح وتقول لك لا راه غندير واحد السريه وكانهم يصنعون البيطادين ولا الانسولين ولا ما عرفت شنو باش يعينوا لنا حكم لبلادنا. علاش هادشي؟ لان صامويل ايطو طارت معزه في المغرب، ما تعطيونيش حكم مصري، ما تعطيونيش منطقه شمال افريقيا. مزيان، حنا مع بدا الشفاء. وهذا الشيء علاش ما درتوش في الدورات السابقه؟ وهذا الشيء علاش ما دارش في الفريق الوطني اللي كان تيتسلخ له الجلد؟ وهذا الشيء علاش جيتي حتى لبلادنا بالضبط وانت تتعرف الحوايج اللي تعطات هنا؟ اولا الرفض ديالو في كيغالي على هامش نهائيه الشان باش نجيبوا حكام من اوروبا، قال لك لا خصنا الحكام ديال افريقيا يحكموا. كاينش غرامه المشكل، وافريقيا خصها تبقى الافارقه. وانا جيت شرحت لكم قلت لكم هذا حق اريد به باطل. السوبر كوب، السوبر ليغ تبع الفيفا، الكوب دي موند دي كلوب تبع الفيفا، كثير من القرارات تبع الفيفا. مني تجي للحكام ونقول لك جيب الحكام ديال الفيفا تقول لنا ما تبعش الفيفا. والتصفيه هذه اللي ما تيفهمش الكره غير مجرد نعاود له هذه الخبيره ولا هذه الخرافه ولا هذا اللغز يقول لي ودي راني فهمتك. كثير من التجليات تنقولوا له جيب لنا الحكام ديال الفيفا ديال كولين، لا خصنا الاستقلاليه والكاف والكان تبقى محافظه على الشارم ديالها على افريقيتها مزيان، على الجذور ديالها لي راسين ديالها. وعلاش اخويا السوبر ليك جيتي تعلمتي الحسنه في راس الوداد طحنتيها طلعتيها تلعب مع الترجي، جات لعبات مع الترجي طلعت للصن داونز، بقات كتعاني 3 سنين وهي كتادي في الفاتوره باش تبع الفيفا. علاش الفيفا جابت لك لاكوب دي موند ديال 32 نادي وداتها لك الميريكان وجمعتي فمك وسكتي وقلتي لنا ديو لاكوب دافريك ديوها من الصيف ديوها للشتاء تبعتيها دابا في هذه. وبالتالي كانت امور خبيثه عباره عن مخطط. هذا الكونغولي اون بافيرون داير يدو على هذا، زائد واحد الحكم فيكتور غوميز ديال جنوب افريقيا داير يدو على هذا الشيء. بالتالي لا ديزينياسيون وقع فيها بزاف ديال الحوايج وهزوا حكم من نهائيه الشهر وصيفطوا بحاله وهزوا حكم. علاش؟ وقعت بزاف الحوايج بدليل انه النهار اللي خسرنا مع نيجيريا في السيدات الحكم هذاك ديزيري نورمانديز الايفواري حيدوا، يعني كاين شي حاجه ماشي هذيك، ضحاو به قدموا قربان. دابا باش ما نكثرش على المغاربه نجي نشرح لكم لان هاد الفيديوهات هما الذين يثمرون يلا كينوروا الجمهور المغربي، يلا كنفيقوا من النعاس على الحوايج اللي وقع البارح. الكواليس شد ديال قطع لك الضرب في نهايه المطاف غنجيبوا الحكم يبدا. صامويل ايطو ما عجبوش الحال، كاينش مشكل، الطياره غتسالي من الرباط 4 ساعات كتطلع لهنا كتمشي في حالاتك. بغيتي تتفرج مع ريغو بيرسونغ مع روجي ميلا انت 88 تجيو ديو لنا لاكوب هنا وتحيدوها لنا وتجي دابا وديها شكون نتوما؟ بزاف غادي تخرجوا لنا من طوعنا حتى السيل باش نهضروا غنخرجوا، ولكن طافح الكيل وفاض بينا ما يمكنش. قال لك اللي سكت على اللي ضروا الشيطان غروا، وانا ما يستحيل نخليو هذا الشيطان يغرنا على والو. حنا وما ندافعوش على راسنا والظهر ديالنا يتملح وما نقولوش اي بزاف، خاصه في واحد الكان اللي بهرجناه وجملناه وطلعنا له لابار وهذه وتجي انت في دار العماريه وتطلع فوق العماريه عندنا في القاعه بزاف. علاش البعض اللي كيشوف هذا الدحان يبدا امتياز؟ ماشي امتياز، انا نعطيه لك من دابا نزيد نرمي انا هذا الضغط على الدحان يبدا وعلى الناس اللي كيتسناو. هذا الدحان يبدا راه حكم الجيش الملكي 8 مارس 2024 وحكم ليها في الشامبيونز ليغ
لعبات الجيش في الجديده، حيد جوج بيلانتيات للجيش، واحد للفحلي وواحد للاعب اخر، دخلوا شوفوا، وحيدوا افونتاج للجيش غادي مع الشبكه. علاش؟ لان الفرقه اللي كانت لعبه مع الجيش هي الصن داونز ديال الرئيس، ما يعني ان الدحان يبدا واخا موريتاني. وانا درت في المينياتور ولد يحيى اللي هو مع القجع واخا موريتاني، لا يعني بانه غيكون معنا، بالعكس غيتمارس ضغط كبير عليه. وانا عطيتك دحان يبدا كونتر الجيش صن داونز. الدراري ديال اللي فار اللي في التعاليق علقوا على هادشي، دار مجزره في حق الجيش الملكي. هو الحكم اللي دار الفينال ديال العام اللي داز، النسخه اللي داز، هو الحكم اللي سبب الغضب ديال جيد، لان رضوان جيد هو اللي كان خصو يدير الفينال، كان خصو يسالي روتري ديالو. عطاو لدحان يبدا، هو اللي دار الماتش ديال لا كوب ديفوار مع نيجيريا. اذا نحيدوا الدحان يبدا امتياز. شكون اللي معاه؟ معاه جوج ديال الانغوليين، جونسون واحد الحكم واحد اخر غنعطيكم الاسم ديالو باش نضبط المعطيات. معاه جيرسون دو سانتوس والانغولي سانشيز لوبيز. واحد جونسون هو اللي كان وقف عبد الرحيم شاكير في المباراه ديال ساماطا ديال تنزانيا وقال لهم بزق عليا حاشاكم، ووقفوا صيفطوا 6 شهور. الانغوليين عندهم سوابق معنا كيطحنونا طحنه. غنمشيو للحكام اللي كاينين معاه. المساعد الاول للفار دانييل لاريا. هاد دانييل لاريا خير وسلام. بعدا باش نقول لكم الحكام ديال مصر والمغرب والاخر بغاو يعطيهم السريه، قال لهم غتاخذوا بار ايميل لا ديزينياسيون ديالكم مزيان. واحد الحكم سميتو طوما بونجيل جنوب افريقيا صيفطوه لطنجه في البوراق. عيط لهم قال لهم وانا راه عاد صفرت المالي مع تونس. قالوا له سير صفر المالي ايضا مع السنغال، لدرجه اول مره حكم كيصفر جوج مباريات ديال دور المغلوب لنفس الفرقه دور متتالي. هذه بوحدها توريكم دار لقمان تبدل فيها غير الصباغه. داك الرطوبه والسوسه اللي كاين باقا كاينه معلم. واخا تبدل عيسى وتجيب احمد بيس مكرر، ولا تجيب هاد ماي برودر اللي هو باتريس، تبدل حتى حاجه. علاش؟ اللجان هذوك اللي عشتوا تما، اللي كاينين تما الموظفين وهادي مسيطرين وعارفين من اين تاكل الكتف وكيف تورد الابل. هاد لاريا شكون هو؟ انا غنمشي معاك. هاد لاريا هيثم قيراط كنعرفوه تونسي، والحكم الاخر هو ابو بكر صار مزيان. انا نقول لكم هاد لاريا عقلتوا الماتش اللي كان في مولاي الحسن في الملعب الجيري كونتر بوركينا فاسو، الفار ما تدخلش. هاد الحكم دانيال لاريا هو اللي صفر البينالتي للجيري، اذا كان مع الجيري وصاق بوركينا فاسو وسال الماتش ومسى يوسف ضيو احتجوا عليه. غاني مشى داك الكره اللي طلع على اللاعب الجيري رجلو ماشي بينالتي، استشرت فيها مع حكام ماشي بينالتي. اذا دانيال لاريا هو اللي صاق المنتخب الايفواري ورجح الكفه ديال المنتخب الجيري. انا ملي كنشوف شي واحد مع الجزائر كنعرفو ضدنا. اذا انا نمشي بهذا الاطار ديال المظلوميه ونبكي باش ما نبين لكمش باننا نجزنا شي فتح مبين او اننا قطعنا واحد الخطوه كبيره حيت جبنا دحان يبدا ونبداو نتغنوا فتوحات. انا يبدا ما نتيق بانه يبدا حتى يبدا الماتش ويسالي مزيان ونكونوا رابحين ان شاء الله الرحمن الرحيم. نقول له دحان راه ديتي الخدمه ديالك سهله الحفله. اما شي حاجه اخرى حيت حكم قريب لينا وهذه ديال صامويل ايطو ضغط ايطو. هادشي علاش ما درتيش مع ناس اخرين؟ علاش ما تمرش فيك الدفاع ديال القجع حلك باش دخلك ملي كنتي في السنغال مع الاجتماع اللي كان وكان حاضر في موريتانيا عفوا، وكان واحد الاجتماع اللي مهد للصعود ديال المكتب التنفيذي الجديد. القجع دافع عليك، غتجي دابا تخرج عينك وهادي وانت عندك مشاكل في فرقتك، انت عندك مشاكل. كتحيد مدرب في الصباح وتجيبو في العشيه وانت دير مدرب والجامعه دير مدرب والوزاره مدرب ومضارب ودير بزاف ديال الحوايج. صلح شويه الكره في بلادك، دوزتي كومبيتيسيون على قدا في بلادك، علاش ما ديتيهاش؟ هذيك ديال بلادك ما ديتيهاش وخسرتي وبزاف ديال الحوايج، تجي لعنا وتبين داكشي ديال انا واعر. هذاك الشيء واعر ديال الكاريدي زويد ماركتي علينا بيت فاس في يناير 16 يناير وكانت اخر هزيمه للفريق الوطني. باغي تهزمنا دابا في التيران وتهزمنا في الكواليس، خايبه المعوده معلم. بالتالي كان لابد نقول لكم هذه الحلقه باش نفتح الشايه للخوت المشاهدين ونقول لكم كانت مؤامره تدبر في الكواليس تم التصدي لها. ربحنا في واحد الاطار تغيير بعض الوجوه الجزائري حيدناه مصري وشي حوايج وايضا، ولكن منطق حتى نشوف بعيني بمشيئه السميع العليم في العشيه ليكيب ناسيونال الرابحه ونتاهل نحيدوا هذه العقده ونطلعوا للدومي فينال. من 21 عام من سوسه ما لعبنا الدومي فينال ونطلعوا نمشيو للفينال بمشيئه السميع العليم ونضربوا درجه بدرجه ونحيدوا علينا هذا العيب وهذا الثقل. دخلنا في الصح الصحيح وتذكروا كلامي، ما جيتش نتعنى، ما جيتش ندير العنتريه، ما جيتش ادعي بانني صاحب. قلت لكم النهار اللي غنوصلوا للصح الصحيح غنلقاو المشكله مع الصفاره المملوءه المحشوه بالكثير من الريح الفاسد الموروث. ما عمرو كان عندنا الزار في الاربيطراج الخوت. باش نكونوا واضحين اليوم غادي نبوانتيو، غنخرجوا عينينا، غنحسيو الانفاس وغادي نخنقوا يبدا والجمهور خنقوا الحكم. وفين ما يشد الكوفا اللي قال لكم ماشي جمهور صفروا عليه سمعوه واش حنا ولا الجمهور الجراد ديال دورتموند. وبزاف د الحوايج اللي نشجعوا ونحفز خوتنا المغاربه ونكونوا بخير وعلى خير ونشربوا كويس ديالاتي بمشيئه السميع العليم. وفريقنا الوطني هو الملك. اذا التقى الاسدان فكسير ما سبق. هما سبقونا في لي فيكتوار وفي الكان نحيدهم
ونربحهم ويبقى للغابة أسد وملك واحد هم أسود الأطلس. دعواتكم الله يسهل الأمور. سير ركراكي نهضروا معاك بزاف التصريحات كاع دابا وليتي تقول التواضع وهادشي ماشي مشكل، ندوزينا بجغمة الماء، حنا معاك غنهزوك على الكتاف ان شاء الله الرحمن الرحيم. سير 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 حتى يجيب الله التيسير، والى اللقاء في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى.